ازيكم يا مساء الخير ومساء الورد. اليوم جاياكم بوصفة إذا لسه ما خبزتي أي خبيز لازم تعملي كعك العجوة. سهل وغير كده فخم رهيب. حوريكي طريقتي وإن شاء الله بإذن الرحمن حيزبط معاكي. أنا حوريكي أول حاجة حبدأ معاكي بالعجوة. العجوة أي نوع تمر كده يكون لين أو طري، بالمفرمة تهرسيه كويس لحد ما يصل القوام ده، أو ممكن تجيبي العجوة الجاهز. تمام. بعد ده حتضيفي سمين من معلقتين لثلاثة على حسب الكمية اللي انت هتستخدميها. وحتضيفي كمان اهم شيء النكهة، حنضيف له فانيليا وحنضيف هيل. الهيل والفانيليا مع بعض بدي ميكس الهيل والفانيليا بدي كده نكهة خرافية. بعد ده من معلقتين لثلاثة معالق قشطة برضو عشان نلم التمر. الإضافة الأخيرة جوز هند، إذا أنت حابة ضيفي، ما حابة عادي ممكن تكتفي بس بالمكونات اللي ذكرتها. نجي للكيلو من الدقيق حتستخدمي معلقة صغيرة من الملح، 3 معالق سكر باودر أو معلقتين سكر باودر بكفي، معلقتين كمان بكفي. تمام. ومعلقة كبيرة من الباكنج بودر وهيل وفانيليا، نفس الكعك العادي، بس الاختلاف هنا انه حتقلل كمية السكر شوية لانه فيه تمر من جوا. تمام. بعد ده حنلمه، حتبسيه عفوا، ممكن تبسيه بزيت مع زبدة، ممكن زيت مع سمن، بس انا بفضل انه لازم تبسيه بسمن. لازم الكعك يكون فيه سمن لانه اصلا فخامة الكعك في النكهات، يعني نكهة الهيل والفانيليا والسمن صدقيني حتعملي ارهب كعك انت ممكن يعني تاكليه في حياتك. وغير كده ممكن تقدري تعمليه كمان مشروع لنفسك تستفيدي منه لانه سهل جدا. فبعد ده بيطلع معاكي مرمل كده. انا استخدمت كوبايتين سمن. يا جماعه الكعك فنان خطير ما شاء الله تبارك الله، الطعم والنكهه خطير. هنا انا ضفت شنو؟ قشطه، لميته بقشطه. طب ليه ما لميناه بحليب او ما لميناه بمويه؟ لانه هنا الفرق ما زي الكعك العادي الناعم العادي، لا، هنا لازم يكون القوام متماسك شويه لانك انت حتفتحيه، عفوا يعني حتفتحيه كده شويه وحتضيفي له العجوه لازم تعملي كده او ما ضروري كمان. انا هنا عملت كده عشان يبقى لي سهل. تمام. تفتحيه من النص وحتحطي العجوه او التمر وخلاص حتكفليهم. في ناس كتار سالوني طيب انت ليه بتضيفي سكر؟ بضيف سكر في العجين من جوا اول حاجه عشان يوزن طعم الملح، وتاني حاجة بعدين وقت التحمير بدي لما يكون فيه سكر باودر زي الزلابية بدي كده، يعني بيطلع درجة التحمير بتكون شنو؟ متساوية مع بعض. فبس والله دي طريقتي، طريقة سهلة. وكمان الكعك يا جماعة أنا ما شاء الله تبارك الرحمن شربت بيه قهوة اليوم، يعني كلمة فنان والله بسيط. بعد ده السكر أنا ما قاعدة أسكره زي الكعك العادي. ليه؟ لأنه فيه تمر أصلا ما يحتاج سكر، بس شوية كده برشه من فوق، يعني كل ما أخدت كمية من الكعك برش فيه شوية سكر باودر. وبرضو كذلك ممكن تدي نكهة للسكر الباودر بشوية فانيليا أو ظرف من دريم ويب كافي. اذا انت لسه ما خبزتي ما عملتي اي حاجه، ممكن عندك وقت لسه، اعملي كعك العجوه اعملي كعك العجوه لانه خطير. كمان عاوزه اقول لكم ان شاء الله باذن الواحد الاحد بكره حنزل لكم اللي هو المقبلات بتاعت الضحيه ان شاء الله. كمان عامله شربات حنزل لكم الطريقه. وبس والله لحد ما اشوفكم في الوصفه الجايه ان شاء الله. زي ما قلت لكم جربوها وما حتندموا باذن الله، ما حتندموا. كمان زي ما قلت لكم ممكن تعملوا مشروع تستفيدي منه. في امان الله.